أسبغ الله على عباده النعم ووالى عليهم في العطاء والمنن، هباته لا حد لها سعة وكثرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار أي دائمة بالعطاء. متفق عليه. يجود بالخيرات والمكارم، وسع الخلق جوده ودامت عليهم خيراته، واتصلت مننه وأرزاقه. يبدأ العباد بالنوال قبل السؤال، ويعطيهم عليه أكثر مما يخطر بالخيال، وليس أحد في السماء والأرض بمعزل عن تلك الهبات. والله أحق من حمد وذكر على آلائه بإخلاص المحبة والعبادة له، ونسبة النعم إليه، وتصريفها في طاعة. ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الليل لها شأن في رمضان. قال آنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لزم القيام من نفس وكان أجود ما يكون في رمضان بها وإعلاء لشأنها. وقال: وما أدراك ما ليلة القدر، جعلها مباركة كثيرة الخير، فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومن الخليل إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الآية يا شيخنا كما تضيء الشمس أطراف الكون، وكما يكشف الصباح ضلال الكون. توفي قبلها. لا توفي قبلها. المال الذي بقي من المال، والزكاة يجب الزكاة في المال إذا بلغ نصابا وأنت قيم عليه الآن، وأداء الزكاة يتعين الصلاة. على كل حال ثم تبقى إلى رمضان. يعني ما أحسب المبالغ من حرف كامل. أنا أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ شكرا يا أبو
طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم